اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباحكم فل، صباحكم مشرق بنور الله، صباحكم مليء بالرزق والخير والبركة. هنعمل الكباب الحلة بطريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش أي مشكلة. وهقولك ازاي تعمليه. زي ما بيتباع بره كلنا بنحبه جدا بطريقة بره. ممكن يعني يفشل معانا او ما يطلعش نفس ما بنجيبه من بره بالظبط او بتاكليه بره. هو سهل ممتنع، يعني خطواته سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة، بسيط. مش صعب نهائي. هتجيبي كده، انا عندي نص كيلو من اللحمة قطعته مكعبات بالظبط، ولا كبير ولا صغير. هو تقطيع الكباب الحلة بيكون مكعبات، تمام. زي ما انت بوريكي كده بالظبط. المهم بقى اللحمة يعني بتستوي بسرعة، بتاخد سوا كتير بس. يعني اي حاجة، اي نوع لحمة بتهيألي بتنفع في كباب الحلة. اهم حاجة برضو كتري فيه البصل. وهقولك دلوقتي هنعمل ايه. اول حاجة جبت حلة كده سخنتها جامد جدا على النار. هنزل بالزيت الاول قبل السمنة عشان السمنة ما تتحرقش مني، او الزبدة. تمام. معلقه زبده على معلقتين زيت كده، وتشوحوا ويسخنوا كده مع بعض. ما عندكيش زبده مش مشكله، يبقى زيت بس، تمام. وهنزل بقى باللحمه كده تاخد صدمه، تمام. وتتشوح شويه قبل ما انزل بالبصل. ما تنزليش بالبصل قبل اللحمه خالص، ليه؟ عشان اللحمه تاخد الصدمه وتنزل ميتها وتشربها وتستوي معاكي بسرعه وما تغيبش معاكي في السوا وما تشدش. اهم حاجه تتبعي الخطوات بالظبط عشان تعملي احلى كباب حله. هقولك على طريقته ازاي تبقى مسكره ودايبه خالص. هوريكي اللحمه في اخر الفيديو دايبه دوب بجد بطريقه ممتازه ومضمونه على ضمانتي. بصي بقى اللحمه كده بدات تتشوح، ما حطيتلهاش اي بهارات دلوقتي خالص الا لما تتشوح وتاخد التشويحه الكامله. نزلت بمعلقه صغيره من السكر، يعني المعلقه اللي عندي دي بمقدار مع نص معلقه صغيره من السكر. ليه؟ عشان تسرع عمليه السوى وتكرمل لي البصل اللي انا هنزله. عندي حوالي بقى كيلو من البصل على نص كيلو من اللحمه ده. كباب الحله بيحب البصل الكتير، زودي بصل على قد ما تقدري. بس اهم حاجه يكون التقطيع زي ما انا بوريك كده، مش تقطيع رفيع. تقطيع يعني تقطعي البصله حوالي 5/4 6/4 بالكتير جدا. تمام. عايزه تقطعيها كمان 4/4 مش مشكله. ليه؟ لان احنا مش عايزين البصل يكون صغير، لان هي البصل هيستوي مع اللحمه لاخر حاجه، يعني هيدوب نهائي. حطيت بقى رشه الفلفل الاسود ورشه الورق اللورا والحبهان المطحون، ورشه صغيره او بشره صغيره من جوز الطيب. بس كده، دي بهارات الكباب الحله. ولا تحطي بقى كاري ولا كركم ولا شطه ولا اي حاجه تاني. حبه هتبقى مشطشطه ممكن تحطي قرن فلفل حراق اخضر بس. تمام. انا كده حطيت الفلفل الاسود وحطيت الورق اللورا وحطيت الحبهان وحطيت الجوز الطيب ده. ما تحطيش ملح نهائي دلوقتي، والمرقه الدجاج وبس على كده، تمام. وهسيبها بقى تستوي كده مع بعض. مش هحط لها ميه دلوقتي نهائي، هغطيها اقلبها تقلبتين وهغطيها واسيبها تجيب ميتها وتشربها، يعني تستوي بيها. وقبل ما خلاص بقى احس ان ميتها خلاص نشفت خالص، هنزل عليها بميه مغليه. اهم حاجه الميه تكون مغليه عشان ما تغيبش في السوا. بص انا كده فتحت عليها بعد ما سبتها حوالي 10 دقايق متغطيه. جابت الميه بتاعتها وشربتها، حتى البصل بدأ خلاص يدبل اهو ويدخل في السوا. هنزل بقى بميه مغليه خالص. اهم حاجه تكون مغليه وغليها جنبك وسايباها. اول ما تبداي في عمايل اللحمه والتشويح بتاعها. اغلي لك حبه ميه وسيبيهم جنبك، لان انت هتعوزي ميه كذا مره على اللحمه. انا حطيت مره وشربتهم وفتحت تاني وحطيت دي تاني مره. في تاني مره بنزل فيها اللحمه. اهم حاجه اللحمه الميه تغطي اللحمه بس مش اكتر. نزلت في صوص الثوم. في تاني مرة نزلت فيها المية وحطيت طماطماية مبشورة. طماطم مبشورة على كباب الحلة، أيوة. طماطم المبشورة دي بتخلي طعم اللحمة مميز جدا، وكباب الحلة مختلف عن أي حد بيعمله. ودي نفس الطريقة ما بتاكليها بره بالظبط. شوفي النهاية وشوفي هتبقى شكلها ازاي والطعم ازاي لو جربتيها بنفس الطريقة. ما تنسيش تحط لايك عشان يوصلك كل فيديوهاتي، وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل إشعار فيديو بنزله. هنا بدأت أحمر مكرونة. حبيت أعمل مع كباب الحلة ده مكرونة محمرة يعني محمرة كده بالمية بس كده من غير أي حاجة. وطبق سلطة خفيف. كباب الحله ما لا اما جنبه مكرونه محمره، لا اما جنبه مثلا رز ابيض او رز بشعريه. يعني ما بيحبش جنبه الرزات اللي هي بخلطات وكلام من ده، او مكرونات بالصلصه، لان هو لوحده في يعني تقيل شويه، في بصل، في يعني اكنه مسبك كده. فاهميني. فانا حبيت اعمل حبه مكرونه كده خفاف خفاف، شوحتها وحطيت مكعب مرق وملح وفلفل اسود وميه وسبتها بقى تتشرب لوحدها. كنت انا قطعت السلطه وعملتها، تمام.
سبت اهو مهديه خالص على اللحمه ورا بعد ما حطيت تاني مره ميه. انا حطيتش ميه الا مرتين بس. جابت هي اول مره الميه بتاعتها وشربتها، فتحت حطيت ميه، غطيت بس اللحمه وشربتها، ورجعت حطيت تاني. في المره التانية نزلت بفصوص توم سلام، ما قطعتهمش، حوالي 6 7 فصوص توم سلام، ما تقطعهمش هيبقوا في الاخر زي الزبده كده. وحطيت بشره طماطمايه، طماطمايه واحده مبشوره بس كده. في اخر مرحله حطيت فيها الميه. عملت انا الكلام ده، بحب اعيد وازيد عشان ما تتوهش مني وتعرفي التفاصيل بالظبط. هنا كنت خلاص بعد ما حطيت الثوم وحطيت الطماطم، ركنتها بقى كده ورا على نار هاديه خالص. انا بقى دلوقتي اشوف سوى اللحمه، لقيتها خلاص يعني خلاص استوت بالنسبه لي، استوت. بس انا هسيبها كمان حبه لما تدوب شويه. ما خدتش الصراحه سوا كتير. متهيألي اسرع طريقه كباب حله عملتها. انا على طول بعمل كباب حله بس دي اسرع طريقه الصراحه. لما عملت اللحمه بالطريقه دي في الاول، واديت لها نص معلقه السكر وشوحتها كويس، ما خدتش معايا وما غابتش معايا، وطول ما الميه المغليه سخنه خلاص هتستوي معاكي بسرعه. بص بوريكي في صوص الثوم دايبه وعامله هتبقى في الاخر زي الزبده. بص انا بوريكي صوص البصل بقى عامل ازاي. انا عايزاكي توصلي لمرحله تكون تقيله كده، ما ولا اتقل من كده عشان ما تغمقش منك وتبقى شكلها مش لطيف وتحدق، ولا اخف من كده. كباب الحله هو ده سمكه الطبيعي اللي بناكله دايما بره بيه. وعايزه اوريكي حاجه. بص اللحمه بقى بقت عامله ازاي، دايبه خالص، يعني بقى طعم المعلقه مش سكينه، ودايبه خالص. ضفت بقى في الوقت ده، ضفت الملح كده زي ما انت شفتيني. ضفت حبه بسيط جدا من الملح، لان كباب الحله كل ما يستوي كل ما سبحان الله بتلاقيه يحدق كده. فانا ما حطيتش ملح عشان ما يغيبليش في السوا، وعشان برضو ما تحدقليش الاكله. تمام. حطيتها في الاخر قبل ما اقفل عليها على طول، حطيت الملح رشه صغيره وقلبتها وقفلت. ولازم السمك بتاعه زي ما انا وريتك البصل كده، ولا تقيل قوي عشان ما يغمقش منك. احلى لون ليه هو اللون ده، ولا يكون يعني يكون فيه شوربه كده سايل. ده الكباب الحله الاصلي الطبيعي. واللحمه زي ما شفتيها وشفت السوا بتاعها. المكرونه اتحمرت وكانت خفيفه كده ولذيذه، وحبه السلطه تبلعي بيهم جنب الاكل. يا رب يكون الفيديو عجبك وبسيط عليكي. لو اول مره تشوفيني، انا نور العياط، بقدم وصفات سهله وبسيطه. يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو انزله. ويا ريت تحطي لي لايك لو الفيديو عجبك. وهنا كنت خلاص خلصت الوصفه بتاعتي، المكرونه والطبق السلطه، وعملت الكباب الحلة بطل الفيديو النهاردة. يا ريت تجربيه على طريقتي بجد هيعجبك جدا. سهل وبسيط ومفهوش اي حاجة. بهاراته مش كتيرة، كل ما تكتري في بهاراته الصراحة مش هيطلع كويس معاكي. بهاراته معروفة وبسيطة، ملح وفلفل ومرق الدجاج وورق لورا وحبهان وجوز الطيب. وخلاص على كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.